9 مواقع في باكستان اتضربوا بالطيران، وسد كهرباء اتفجر، وطيارات هندية اتنسفت في الجو. ده مش مجرد نزاع يدور، دي نار بتجري وملهاش سور. معاك درويش الفاتح، هفتح لك باب العقل الناصح وهرسم لك طريق للحق واضح. يوم 6 مايو 2025، يعني من حوالي 5-6 أيام، الهند نفضت لكل المعاهدات وضربت 9 مواقع جوه باكستان، وقالت بنضرب إرهابيين. بس الحقيقة الضربات وقعت في بيوت المدنيين، 26 قتيل و27 مصاب. والهند ضربت سد، بس ده سد مش عسكري، ده مصدر كهرباء وأمل لناس عايشة في كشمير. لكن رد باكستان ما جاش بالساهل، جا زي البركان الهادر. طيارات باكستان طلعت واشتبكت مع الطيران الهندي وأسقطت 5 طيارات في الجو. باكستان قفلت المجال ورفعت الاستعداد وقالت أي تعدي تاني الرد هيكون مفاجئ وقاسي وموجع ومش عادي. الهند قفلت المعبر الحدودي الرئيسي وطردت الدبلوماسيين. بالمقابل باكستان ردت بتعليق اتفاقية السلام بتاعت 1972 واستدعاء السفراء وتصعيد رسمي للأمم المتحدة. بس هل احنا وصلنا لحافة حرب نووية؟ الجواب أيوة، وانت سامع صوت السكون قبل الانفجار. وزير الدفاع الباكستاني قال الصدام بقى شبه حتمي والرد ممكن يحصل في أي لحظة. الهند بلغت 10 دول لو باكستان ردت احنا كمان هنرد. الحدود مشتعلة، طيران متحفز، والمدافع بتتوضب على الطرفين. العالم واقف في كف عفريت نووي. بس السؤال، احنا ازاي وصلنا هنا؟ وليه كشمير أصل النزاع؟ ارجع معايا سنة 1947. ساعتها الحكم البريطاني خرج والهند استقلت. كشمير ساعتها كانت إمارة مسلمة، وعدد السكان اللي فيها كعدد مسلمين كانوا 90% من عدد السكان، لكن الحاكم كان هندوسي، وهو ده أساس المصيبة. الهند ساعتها قالت نضم كشمير معانا وتكون جزء لا يتجزأ من الهند. باكستان ساعتها قالت لأ، ده ظلم، لأن الشعب كان ساعتها 90% مسلمين. وساعتها الناس خرجوا في مظاهرات عاوزين يكونوا مع باكستان مش مع الهند، لأن في الأول وفي الآخر باكستان دولة إسلامية. ومن وقتها لحد النهاردة 3 حروب و40 سنة تحت الرماد. أول حرب كانت سنة 1947، تاني حرب كانت 1965 ودي كانت حرفيا اشتباك دموي. تالت حرب كانت 1999، ساعتها الجبال اتملت شهداء. فهل اللي احنا فيه ده هتنتقل حرب نووية؟ في ال3 حروب اللي فاتوا كل مرة الأمم المتحدة بتطلع بيان، والهند ساعتها بتكسب أرض وباكستان بتكسب تعاطف. أغلب الإعلام الغربي بيصور إن الهند ضحية للإرهاب، وبيغض الطرف اللي بيحصل تجاه الهند لباكستان والكشمير، زي حرق القرى واعتقالات الأطفال والاغتصاب الجماعي في كشمير. وأكبر دليل على كلامي إن الهند فرضت حظر إعلامي وقطعت الإنترنت عن كشمير ومحدش بيتكلم. وفي النهاية دي مش حرب حدود، دي معركة وجود. كشمير مش قطعة أرض، كشمير روح بتتنفس الإسلام وبتصرخ من الظلم وبتدعي ربها في صمت إن حد يسمع الصوت. واللي حاصل دلوقتي مش بداية الحرب، ده تراكم القهر وانفجار الغضب ونهاية الصبر الباكستاني على ظلم متواصل لسنين. كان معاك الفاتح، فتحت لك باب العقل والدور عليك تفتحه لحد تاني.